ليلة القدر ليلة مخفية وقيمة ما تتأثر. في آخر 10 ليالي من رمضان في ليلة بتيجي في هدوء، لا ليها علامة واضحة ولا صوت ولا ضجة، بس ليها وزن عند ربنا ما يتأثر. ربنا سبحانه وتعالى قال عنها ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العبادة فيها أغلى من عبادة 83 سنة. الليلة دي ربنا خباها مش عشان يحيرنا، بس عشان ما نحصرش الرحمة في ليلة واحدة ونكنسل بقية الليالي. ليلة القدر مش للي بيعمل كتير قد ما هي للي صادق. ركعتين خشوع ممكن يكونوا أتقل من عمر طويل من غير حضور قلب. في الليلة دي العبد بيقف قدام ربنا من غير وسايط ولا تكلف ولا تصنع. كلمة بسيطة من القلب ممكن تغير قدر، ودمعة صادقة ممكن تمسح سنين تأثير كتير. عشان كده الليلة دي مش محتاجة صوت عالي ولا حركات كتيرة، محتاجة قلب فاضي ومستني رحمة ربنا. ايه اللي بيحصل في الليلة دي وليه السما بتكون أقرب بالشكل ده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. بس كده، متنساش اللايك والفولو. في أمان الله.